فيلمنا بيبدأ من 3 سنين بالظبط من الوقت اللي احنا عايشين فيه، لما العالم كله اتغير وحصلت فيه حاجات غريبة جدا. فجأة من جوف الأرض طلعت مخلوقات مرعبة ومش طبيعية خالص، والناس سموها الريبرز. ودي بقى حاجات شكلها غريب كده زي الحشرات والزواحف، حاجة ما بينهم يعني. وجسمها لونه اسود ومصقول زي المعدن، وعينها حمرا بتلمع في الضلمة. والمخلوقات دي طلعت من البلاعات والمجاري وحفرت في قلب الأرض تحت المدن كلها في نفس الوقت بالظبط. وطبعا محدش كان متوقع ان ده يحصل، وفي اقل من شهر تقريبا 95% من سكان الارض انقرضوا لان الوحوش ديت بدأت تاكلهم. ولما الناس فضلوا يدوروا على حل اكتشفوا حاجة غريبة قوي. اكتشفوا ان المخلوقات دي مش بتقدر تطلع فوق ارتفاع معين، والارتفاع دوت 2400 متر عن سطح البحر. يعني بقى لو انت في جبل او في مكان عالي فانت في امان نظريا. وطبعا كان كل اللي قدر يجري على الجبال عمل كده، واتزرعوا هناك في مجتمعات صغيرة، ويسموا المجتمعات ديت قاعدة فوق الخط الآمن. وواحد من الأماكن ديت كان اسمه مجمع لاست في جبال روكي في قلب كولورادور. وهناك بقى عايش ويلي، وهو راجل في الأربعينات وكان عنده حياة حلوة قبل اللي حصل كله. ويلي كان متجوز تارا الجميلة وعندهم طفل اسمه هانتر. وطبعا المصيبة إن تارا ماتت في أول رحلة استكشافية لما نزلوا تحت الخط عشان يدوروا على نقطة ضعف الوحوش ديت، وكانت معاهم عالمة اسمها نينا. طبعا نينا بس هي اللي رجعت سلمى، وتارا هي اللي ماتت. وويلي فضل طول عمره عمال يلوم نفسه ان هو سابها تروح في الرحلة دي. والمرعب بقى ان ويلي عايش لوحده دلوقتي مع ابنه هانتر الصغير اللي عنده مرض في رئته ومحتاج فلتر اكسجين عشان يقدر يتنفس طول الوقت. والفلاتر ديت بدأت تخلص وما بقاش قدامه غير ايام قليلة وهانتر يموت مخنوق. ومن ناحية تانية بقى بنشوف مجتمع لاست بقاله شهور مقطوع عن العالم الخارجي، والجيران بقوا بيتواصلوا معاهم بالرايات بدل الراديو عشان يوفروا كهرباء. والكل عايش في رعب ان في يوم تنقطع عنهم الفلاتر او يوصل لهم ريبر ويخلص عليهم خالص. وفي وسط كل الهم دوت ويلي بيتصل بنينا وبيقنعها انهم لازم ينزلوا تحت الخط علشان يجيبوا فلاتر جديدة من مستشفى اسمها بولدر اللي كانت على بعد 100 ميل من مكانهم. نينا في البداية كانت رافضة خالص لانها عارفة ان اي حد بينزل تحت الخط دوت ما بيرجعش غالبا، لكن ويلي اقنعها انه لازم ينزل عشان ابنه، ولو ما راحوش فابنه هيموت على اي حال. واخيرا نينا وافقت وفضلوا يخططوا للرحلة الصعبة ديت. وبتبدأ المغامرة اللي محدش عارف نهايتها ايه. وبنروح بقى لتفاصيل التخطيط بتاعة الرحلة قبل ما يتحركوا. وويلي قرر انه مش هيمشي لوحده ومش هينفع يروح هو ونينا بس، ولازم ياخدوا معاهم كاتي اللي هي صاحبتهم من زمان وبنت شاطرة وعندها قلب قوي وعمرها ما سابت ويلي في دقيقة. وكاتي دي زي الاخت بالنسبة له من ساعة ما تارا ماتت وهي واقفة جنبه في اصعب الايام. وبالرغم من ان نينا كانت متحفظة شوية على وجود حد تالت معاهم علشان ده بيصعب عليهم الموضوع اكتر لان عددهم بقى اكتر، الا ان كاتي اصرت وراحت معاهم. طبعا اول حاجة عملوها انهم جمعوا كل الاسلحة اللي لقوها في المستجمع، ومش بنتكلم عن مسدس ولا 2، لا ده جمعوا قاذف قنابل وبنادق صيد ومسدسات وكل حاجة ممكن تساعدهم في رحلة الموت اللي رايحين عليها ديت. وطبعا كانت نينا عندها اختراع صغير اسمه البوصلة، والبوصلة دي مش اي بوصلة لا سمح الله، دي بتكشف وجود الريبرز عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية اللي بتطلع من اجسام الريبرز. يعني تقدر تعرف اذا كان في ريبرز قريب منك ولا لا، وبكده تقدر تتجنبه لو قدرت. والمشكلة بقى ان البوصلة دي شغالة بس في المناطق المفتوحة ومش بتشتغل تحت الارض. المهم ان ويلي قبل ما يتحرك راح مودع ابنه هنتر الصغير اللي قاعد في السرير وبالعافية قادر يتنفس وعيونه مليانة دموع لانه عارف ان ابوه ممكن ما يرجعش تاني. ويلي حضنه وطبطب عليه وقال له خليك راجل واستناني، انا هجيب الفلاتر وهاجي على طول وهتبقى كويس ان شاء الله. ومشي من عند ابنه وهو قلبه بيتقطع. وركبوا بقى العربية النقل اللي مجهزينها وبدأوا ينطلقوا في الطريق الصحراوي على امل يوصلوا مستشفى بولدر قبل ما الفلاتر دي تخلص. وحطوا في بالهم ان لو حصل اي حاجة غير متوقعة انهم يرجعوا فورا، يعني كأنهم ماشيين في نفق ضلمة ومش عارفين اذا كانوا هيلاقوا نور في اخر النفق دوت ولا هيلاقوا برضو ضلمة. واول ما نزلوا تحت الخط الامن الدنيا اختلفت تماما وما بقاش في اصوات عصافير ولا رياح ولا حاجة خالص. كل اللي كان موجود كان سكوت مرعب
مرعب، كأن الأرض كلها ماتت والبيوت اللي في الطريق كلها كانت متهدمة والعربيات مصدية ومحروقة والجثث لسه موجودة في بعض الأماكن من 3 سنين. مشهد يقطع القلب بصراحة. وأول ما بدأوا يقربوا من أول منطقة سكنية تحت الخط، البوصلة بدأت ترن بصوت خفيف، يعني في ريبر قريب منهم ومش عارفين مكانه بالظبط. كل واحد شد سلاحه والعيون بدأت تدور في كل اتجاه، وفجأة من بعيد شافوا حاجة سودا بتتحرك بسرعة جنونية وموجودة بين البيوت المتهدمة ديت. وهنا بقى قلبهم وقع في الأرض، ومن غير أي مقدمات الريبر دوت ظهر قدامهم بسرعة مش طبيعية خالص. والمخلوق ده ليه شكل غريب زي ما قلنا، جسمه اسود ومسؤول من 3 أضلاع و4 رجلين، ووشه ما فيهوش أي ملامح غير عيون حمراء بتنور في النور كده. طبعا ويلي كان سايق العربية ونينا قاعدة جنبه وكاتف موجودة ورا مع الأسلحة. وأول ما شافوه الوحش بدأ يجري ناحيتهم بسرعة الصاروخ، وويلي ضغط على البنزين وفضل يلف بيهم في وسط الأنقاض عشان يتخلصوا منه. وبنشوف الوحش وهو بيقفز قفزات رهيبة لدرجة إنه نط من فوق عربية ويلي نفسها مرة واحدة كده وكان هيقلبهم. ولحسن الحظ إنهم كانوا في منطقة فيها مباني عالية قديمة، ودخلوا في مبنى موجود فيه باركينج تحت الأرض، وفضلوا يلفوا فيه لحد ما قدروا يخدعوه يهربوا من الناحية التانية. طبعا الحمد لله إنهم طلعوا كلهم أحياء، لأن المخلوق دوت لو مسكهم كان أكلهم على طول. وبدأوا يرجعوا للطريق الرئيسي اللي بيوديهم على مستشفى بولدر. وفي الطريق شافوا منظر مرعب جدا، عربية عسكرية مقلوبة ومحروقة وجنود ميتين حواليها من 3 سنين بالشكل اللي عرفوا يتحنطوا فيه في الهواء. وطبعا المشهد دوت أثر في نينا جدا، لأنها بدأت تتذكر أول يوم طلعت فيه الوحوش ديت. وقفت شوية ونزلت من العربية علشان تجيب ذخيرة من جوه العربية العسكرية ديت، ولقوا فيها بندقية وقنابل يدوية كمان. وقالوا الحمد لله دي ضربة معلم ولسه في أمل. وبعد ما شحنوا كل حاجة في العربية بدأوا يتابعوا الطريق بتاعهم، وبعد مشوار طويل من الطرق المتكسرة والجسور المقطوعة وصلوا عند منطقة جبلية فيها تلفريك قديم. وده كان تلفريك بتاع منتجع سلوج قديم. ويلي عارف المنطقة دي كويس لأنه كان بيشتغل مهندس تعدين زمان، وعنده فكرة إنهم لو استخدموا التلفريك دوت ممكن يرجعوا للجبل بشكل أسرع، تقريبا في 10 دقايق بدل ما يلفوا حوالين الجبل على طريق خطير ومليان ريبرز. المشكلة إن التلفريك دوت مش شغال لأنه محتاج كهرباء. ويلي نزل تحت في غرفة المحركات وفضل يدور على مولد كهربائي قديم عشان يشغل التلفريك. وفي الوقت اللي هو فيه تحت بيحاول يشغل الموتور، نينا شافت حاجة مرعبة من خلال البوصلة. كان فيه 3 ريبرز داخلين على المنطقة وجايين من وراهم ولسه هم مش شايفينهم. المصيبة ان ويلي لسه تحت الارض في غرفة المحركات، ولو الريبرز وصلوا قبل ما يطلع هيقفلوا عليهم. نينا وكاتي بدأوا يصرخوا بالراديو ويقولوا له اطلع بسرعة في ريبرز جايين. ويلي اخر لحظة قدر يضغط على زر مفتاح التشغيل وبدأ يجري ويطلع السلم، والتلفريك بدأ يتحرك ببطء وهم نطوا فيه قبل ما الريبرز يوصلوا ويقفلوا عليهم المنطقة. وركبوا في عربية التلفريك وهم لسه بيلحقوا يتنفسوا. طبعا الريبرز قدرت توصل لهم في اللحظة اللي هم طالعين فيها فوق، بس الحمد لله التلفريك كان طالع بسرعة كويسة والوحوش مش قادرة توصل لهم علشان طولهم ما بيوصلش لارتفاع الكابلات. وهم طالعين فوق الجبل ويلي قاعد يفكر في كل اللي حصل، وقاعد يفكر في خوفه على هنتر واحساسه بالذنب انه مش معاه، وبنراقبه من الريبرز اللي بيجروا وراه وبيطاردوهم. واننا جنبه في عربية التلفريك وقررت انها تحكي له التفاصيل، وقالت له ان الريبرز دول مش مخلوقات عادية، ان هم طول النهار عمالين بيقتلوا ومش بياكلوا اي حد خالص، وكمان مش بيناموا ولا بيستريحوا، وهم كده كده مش كائنات بيولوجية طبيعية. وويلي سألها يعني ايه مش بيولوجية؟ قالت له يعني مش مخلوقات، دي حاجة اقرب ان هي تكون حاجة متصنعة. دول حاجات معمولة بتكنولوجيا متقدمة جدا. جسمهم اللي بيلمع ده عبارة عن درع مغناطيسي ومعمول من معادن معينة، ولو عرفنا نوع المعادن دوت بالظبط هنقدر نصنع ذخيرة تخترق الدرع دوت وتقتلهم. طبعا ويلي فضل قاعد يتفرج عليها ومصدوم وعمال يقول لها يعني احنا رايحين نجيب فلاتر لهنتر، مش رايحين نعمل عملية بحث علمي. بس نينا قالت له ان فكرة قتل الريبرز ديت هتضمن ان ابنك واي حد تاني يعيش بامان من غير ما يخاف وان هو يطلع تحت الخط دوت. ويلي فكر في الكلام شوية واستوعب انها على حق. واول لما التلفريك وصل لاخر قمة الجبل لقوا نفسهم قدام منطقة تانية، منطقة كان فيها فندق
فندق سياحي كبير قديم ومهجور، ودخلوا يريحوا شوية ويشوفوا لو في حاجة تفيدهم جوه طبعا، وبدأوا يدخلوا بحذر شديد على أمل إن ما يبقاش فيه ريبرز مستخبي جوه. ولقوا الأوتيل كبير والغرف لسه فيها الحاجات القديمة اللي هي المفروشات، والتلاجة لسه فيها أكل من 3 سنين، يعني المكان متجمد في الزمن. وكاتي قالت لهم يا جماعة المفروض ناخد راحة وناكل لنا أي حاجة قبل ما نكمل، لأننا مش هنقدر نمشي طول الطريق كده. وقعدوا ياكلوا من المعلبات اللي لقوها في المخزن. وفي عز الأكل واللي بدأ يسأل نينا عن اللي في دماغها بعد ما عرفت المعلومات اللي ادتها لها البوصلة ومن جثث الريبرز اللي شافتها. نينا فتحت شنطتها وطلعت عينة من معدن كانت أخدته من ريبرز ميت أول مرة نزلوا فيها، وقالت له دخلت على المجهر في معملي قبل ما أهرب، اكتشفت إن الطبقة الخارجية بتاعتهم فيها نسب عالية من المغنيسيوم المشحون مغناطيسيا، اللي معناها إن لو درعهم مغناطيسي يبقى الرصاص العادي مش هينفع معاهم خالص، ومحتاجين رصاص معمول من أكسيد المغنيسيوم علشان يخش جسمهم ويحترق جوه جسمهم. طبعا ويلي كان مش فاهم أي حاجة في الفيزياء ديت، بس كلمتين هما بس اللي كانوا لازمينه إن في أمل إنهم يقدروا يقتلوا الوحوش دول. ولما طلع الصبح في اليوم اللي بعده، ويلي وكاتي ونينا قرروا إنهم يكملوا في نزولهم عشان يروحوا المستشفى بولدر. وبولدر دي كانت مدينة كبيرة قبل ما الكارثة تحصل، وفيها مستشفى جامعية ضخم المفروض لسه فيها فلاتر أكسجين ومعدات طبية، ومن ناحية تانية بقى في معمل أبحاث حكومي تابع لوزارة الطاقة الأمريكية، وده كان المكان اللي بتشتغل فيه نينا قبل المشكلة ديت وقبل ظهور الريبرز. وعشان يوصلوا لبولدر كان لازم ينزلوا منطقة خطيرة جدا تحت منسوب الجبل، يعني أكتر تحت في المنطقة اللي فيها الريبرز كتير جدا. وركبوا العربية ونزلوا من الطريق الجبل الضيق اللي كان بيودي على المدينة. الطريق تحت كان مليان حفر، والمكان كان مهدوم من 3 سنين من غير صيانة. وفي نص الطريق وداخلين على مشارف المدينة بتاعت بولدر حسوا ان العربية بدأت تضعف وان الحركة بتاعتها بقت مش طبيعية، وطبعا ده اهم وقت الموتور يغزلهم فيه. لكن ويلي ضرب على العربية لحد ما وصلوا مدخل المستشفى، ودخلوا المستشفى وقسموا نفسهم. ويلي وكاتي بيدوروا على فلاتر الأكسجين في المخازن بتاعة الصيدلية، ونينا بتروح تجيب حاجات من معملها اللي كانت شغالة فيها قبل الكارثة ديت. والدنيا في المستشفى كانت زي فيلم الرعب، كل حاجة مقلوبة والعظم والجثث مرميين في الممرات، والضلمة كانت مرعبة جدا، ومفيش غير صوت عربيات الإسعاف المهجورة اللي بتصفر من الريح اللي بتعدي. لدرجة ان كاتي قالت لويلي بصراحة انا نفسي اطلع من هنا بسرعة. ويلي مشى في الممرات وفتح الابواب واحد ورا التاني لحد ما وصل مخزن المستلزمات الطبية، ولقوا رفوف كاملة فيها فلاتر اكسجين ينفع لهنتر يستخدمها. طبعا فرح فرحة مش طبيعية وكان هيعيط من كتر الفرحة، وراح مالي شنطة كاملة منها. وكاتي طبعا كانت عمالة بتساعده، وفجأة سمعوا صوت ازاز بيتكسر من ناحية تانية من المستشفى. طبعا قلبهم وجعهم من الخوف، وبوصلة نينا اللي كانت مع كاتي بدأت ترن بقوة، وده معناه ان في ريبر دخل عليهم من الممر التاني. ويلي صرخ في كاتي وقال لها يلا نجري من الطريق دوت بسرعة، بس الريبر كان اسرع منهم بكتير. وبعد ما خرجوا من المستشفى لقوه طالع لهم من ناحية تانية، واما حاصرهم عند العربية ويلي ما كانش قدامه غير انه يضرب على اسطوانات الاكسجين اللي كانوا ناقلينها بالعربية، وضرب بقوة جدا الغطا بتاع الاسطوانة لدرجة ان الاكسجين اندفع في وش الريبرز وقام مولع فيه، وده ادالهم فرصة انهم يركبوا العربية ويهربوا بسرعة. طبعا الرحلة دي كلفتهم كتير، والاكسجين اللي ضاع منهم قلل الكمية اللي هيقدروا يوصلوها لهنتر. طيب المهم بقى انهم هربوا من الموت شوية وقعدوا في منطقة امنة شوية عشان يخططوا الخطوة اللي جاية. ويلي وكاتي كانوا مستعجلين انهم يرجعوا لهنتر، لكن نينا قالت لهم في امل ان احنا نعمل حاجة تقضي على الوحوش دي كلها مرة واحدة لو رحتوا معايا على معملي في وزارة الطاقة. طبعا ويلي كان متردد، لكن بعد ما نينا حكيت له ان عيلتها كلها ماتت برضو على ايد الريبرز قرر ان هو يساعدها اخر مرة قبل ما يرجع لابنه. وراحوا للمعمل بتاع وزارة الطاقة، وده كان مبنى ضخم جدا تحت الارض، ودخلوه من باب جانبي كان ويلي عارفه من شغله القديم كمهندس. ونينا فتحت معملها لقيت كل معدتها لسه موجودة وبدأت تشتغل فورا، وحطت الرصاص في مادة اكسيد الكوبالت والمغنيسيوم عشان تجرب تصنع اول ذخيرة تقدر تحرق الدرع بتاع الريبرز دوت. وطبعا ويلي وكاتي وقفوا يحرسوا المدخل عشان لو في ريبرز دخل عليهم يبقوا قد المسؤولية، لكن للأسف البوصلة اللي معاهم ما كانتش شغالة تحت الأرض كويس، وفي لحظة دخل ريبرز من ممر جانبي ومحدش كان متوقع كده. كاتي أول ما شافته بدأت تصرخ في ويلي وتقول له
ويجري بسرعة، لكن الريبرز كان سريع جدا وضرب كاتي ضربة قاتلة. ويلي صرخ وبدأ يضرب في الريبرز بالرصاص العادي وما فاتش طبعا، لأن الريبرز كان عنده درع قوي بيحميه. والريبرز كان هيمسك هو كمان نينا، بس كانت خلصت أول رصاصة مخلوطة بالمغنيسيوم وجربتها على الريبرز اللي دخل عليهم، والرصاصة اخترقت الدرع بتاعه فعلا ودخلت جواه وبدأت تحرق فيه من جوه وقام ميت على طول. والرصاصة دي اشتغلت يا جماعة، يعني الحمد لله قدرت تقتله فعلا. ويلي ونينا فضلوا قاعدين في المعمل وهم مصدومين على كات اللي ضحت بنفسها عشانهم، لكن ما كانش وقت حزن لأن ويلي عايز يرجع لهنتر بسرعة. ونينا قالت له أنا هأمن لك الطريق وهفضل قاعدة هنا عشان أعمل الرصاص الخارق دوت، وروح أنت لابنك. شكرها وحضنها وركب العربية وراح ناحية المجمع اللي هو اسمه لاست، لكن للأسف في الطريق العربية الكاوتش بتاعها اتخرب واتقلبت بيه من كتر السرعة. واللي طلع منها مجروح وبدأ يجري على رجله ناحية الخط الآمن ومعاه شنطة الفلاتر، ومن وراه 3 ريبرز بيطاردوه بسرعة مش طبيعية، وكل ما يقرب من الخط يلاقيهم لاحقين بيه. لحسن الحظ نينا وصلت في الوقت المناسب وكانت خلصت الرصاص وجت وراه بعربية تانية وبدأت ترمي على الريبرز الرصاص اللي عملته، وبدأت ترمي رصاصة واحدة في كل الريبرز وده كان كفاية جدا، وبدأوا يحترقوا. والمشهد كان جميل والله. ركبت مع ويلي وجريوا لحد ما وصلوا فوق الخط الآمن. نزل ويلي وجري على بيته ولقى هنتر لسه عايش وبيتنفس بصعوبة وركب له الفلتر الجديد على طول. هنتر فتح عينيه وبص لابوه بابتسامة وعرف انه اخيرا في امان. والريبرز بقت مشكلة العالم كله لسه موجودة، بس دلوقتي عندهم امل ويقدروا يوقفوا الوحش ويحموا انفسهم ويحموا كمان اللي فضل من البشر. ولو اننا فضلوا اصدقاء بعد الرحلة دي، كل واحد عايش حياته لكن المعركة لسه في اولها. والفيديو ده سجله ابو طه اللي هو انا يعني. والسلام عليكم. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل سبسكرايب وتقول لنا رأيك في كومنت.